مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد بحضراتكم من جديد وتفاصيل عن أبرز الأخبار اللي شغلة بال حضراتكم على السوشيال ميديا في آخر 24 ساعة. أول خبر معانا عن الفنان محمد فؤاد، المطرب المعروف والمحبوب. اتنصب عليه في 12 مليون جنيه مصري، والطريقة اللي اتنصب عليه بيها طريقة غريبة جدا. مش بس كده، هيكون معانا صور مثيرة للنجم العالمي جون سينا نجم المصارعة. كان ظهر بشكل غريب جدا ومثير للجدل وهو بيرتدي ملابس نسائية مثيرة جدا. هنعرف ايه سبب ارتدائه لهذه الملابس، وهل هو فعلا اتحول جنسيا من رجل لسيدة ولا دي مجرد شائعات. طب ايه اللي خلاه يلبس ملابس زي كده ويظهر بيها قصاد الناس؟ وكمان هيكون معانا خبر غريب عن جنسية الفنان نضال الشافعي. هل هو عراقي ولا تركي ولا لبناني ولا جنسيته ايه بالظبط؟ بصراحة هتتصدم جدا لما تعرف جنسيته الحقيقية. طبعا كل التفاصيل والاخبار دي هتكون معانا النهاردة، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. وانزل حالا صلي على رسول الله وما تنساش تذكر الله. نبدأ بأول خبر معانا النهاردة، وهو عن الفنان الكبير والمطرب المعروف محمد فؤاد. اتنشر عنه خبر في الصحافة انه اتنصب عليه في 12 مليون جنيه مصري. واتضح ان احنا بس مش كمواطنين عاديين، كان بيتنصب علينا بطرق مختلفة، وكنا بنقول قلة ثقافة او قلة وعي. ولكن في الفترة الاخيرة بقينا بنشوف المثقفين والناس اللي المشهورة او الفنانين بيتنصب عليهم زينا زيهم بالظبط، ومفيش اي اختلاف، ويمكن بنفس الطرق واقل من الطرق اللي بيضحك علينا بيها. الفنان محمد فؤاد دخلوا عليه مجموعة من نقدر نقول الشباب أو رجال الأعمال. قالوا له تعالى يا نجم يا كبير شاركنا، هنفتح شركة عقارات كبيرة جدا، وانت كنجم هتشاركنا بالأرباح أو هتشاركنا بالفلوس، واحنا هنشاركك بالأرباح كل شهر، هنديك نسبة من الأرباح. طبعا الفنان محمد فؤاد قال مفيش مشكلة، ده حتى الفن ما بقاش يأكل عيش، يوم فوق ويوم تحت والدنيا بقت متقلبة. فانتوا عاوزين مني كام؟ قالوا له 12 مليون جنيه مصري. راح دخل البنك سحب المبلغ، اداهم المبلغ. بدأوا يدوا الأرباح شهر في التاني في التالت. بعد كده بدأوا يختلفوا معاه وبدأوا إن هم يمطلوا وما يدلوش أي أرباح نهائي. وده اللي خلاه يقدم فيهم محضر أو يعمل ضدهم محضر في اسم شرطة الشروق. وطبعا الموضوع انتشر على السوشيال ميديا وعامل حالة من الجدل رهيبة جدا. تخيل لما يبقى فنان ونجم كبير زي محمد فؤاد ويتنصب عليه في 12 مليون جنيه مصري. طبعا ربنا يرد له المبلغ الكبير ده. وهنا وجب التنويه لحضراتكم ان انتوا خلوا بالكم، ومش اي حد يضحك عليكم ولا ينصب عليكم ويقول لكم ان احنا هنشارككم ونديكم ارباح والارباح هتكون كبيرة، ويبدأ يغريكم او يعمل لكم حالة كده من الاغراء علشان توافقوا وتقتنعوا بالكلام. خلوا بالكم وما تكرروش نفس المشكلة اللي للأسف انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. من هنا نروح على الخبر برضو اللي عامل جدل كبير على السوشيال ميديا عن نجم المصارعة العالمي جون سينا. طبعا ظهر صور ليه غريبة ومثيرة في نفس الوقت أيضا على السوشيال ميديا. الصور دي زي ما حضراتكم شايفين كده بيرتدي جيبة قصيرة وكمان شراب نسائي، وحاطط فول ميك اب كامل على وشه، وكمان لابس كعب عالي. طبعا الصور دي كانت بمثابة كده سخرية كبيرة جدا على السوشيال ميديا من الجمهور ومن كل محبي النجم العالمي جون سينا. طبعا بدأوا يتريقوا على الموضوع، وناس أخدت الموضوع بسخرية، وناس تانية طلعت وقالت أصل النجم العالمي ده عمل عملية تحويل جنسي من رجل لسيدة. في الحقيقة كل الكلام ده عاري تماما من الصحة، وإن سبب ظهوره على السوشيال ميديا أو بالصور دي بشكل عام إن هو حاليا بيجري تصوير فيلم جديد، والفيلم ده طبعا بتدور أحداثه في إطار كوميدي. فالملابس دي بيلبسها عادي لأن دي شخصيته في الفيلم. ومن هنا خلينا كده نحط سؤال، وهل النجم الكبير أو أي فنان معروف أو مشهور يحق ليه إنه يطلع ويرتدي ملابس نسائية مثيرة زي كده قصاد الجمهور وعلى الشاشة؟ ولا الموضوع زي ما في حرمانية كبيرة جدا ان ممنوع الرجال تتشبه بالنساء والعكس ايضا ممنوع؟ فشاركني كده برأيك وقول لي شايف الموضوع ازاي، وهل المشهد ده فيه حاجة مضحكة
بالتأكيد لا، منتظر آراء حضراتكم. ومن هنا نروح على الخبر الثالث والأخير معانا النهاردة عن الفنان نضال الشافعي، اللي في الحقيقة أنا كنت فاكره مرة لبناني، مرة عراقي، مرة تركي، بسبب اللهجة اللي كان بيتكلم بيها في فيلم الديلر. ولكن يعني أنا اتفاجئت زيكم بالظبط لما كان في إحدى البرامج في الفترة الأخيرة، تحديدا أول امبارح، كان ضيف واتسأل عن جنسيته، وكانت الإجابة الغريبة فعلا إنه مصري، مش بس كده ومنوفي كمان. هو قال كده، قال والله أنا مصري ومنوفي كمان. وطبعا يعني الموضوع كان صدمة كبيرة جدا، لأن ولا اسمه ولا شكله ولا حتى لهجته أصلا كانت بتدل على إنه مصري الجنسية. عموما دي كانت ابرز الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا النهارده، حبيت اطلع اشاركها معاكم. اتمنى اكون وضحت لحضراتكم الحقيقه الكامله. ما تنسوش تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم في التعليقات، وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه علشان دايما يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.